واش عمرك تخيلتي نهار تكون واقف وسلاح في يديك وقدامك رجل عادي لابس قميجه ديال الصيف ومن بعد غير في ثواني تكتشف باللي هذاك الرجل هو الملك الحسن الثاني؟ واش غادي تضربه بالسلاح اللي في يديك وتبدل مجرى التاريخ كامل؟ اليوم غادي نعاود لكم قصه حقيقيه، قصه شاب بسيط من المغرب العميق سميتو كنوش محوش اللي لقى راسو بين الحياه والموت، وكان السبب نجاة الملك الحسن الثاني وقلب تاريخ ديال المغرب كامل. القصه ديالنا كتبدا في نهار مشؤوم، نهار انقلاب الصخيرات. ذاك النهار القصر كان عامر بالضياف المدعوين ديال الملك، ضباط، شخصيات وحتى اجانب، وكل شيء كان كيبان عادي. وفجاه حتى بدا القرطاس، الروينه، الغوات والدمايات. المشهد ولا بحال شي فيلم هوليودي. كنوش محوش كان غير سرجان شاب بسيط ما فهم حتى شي حاجه، والاوامر اللي تعطات ليه غادي تمشي تحمي الملك، ولكن ملي وصل لقى العكس تماما. العسكر هما اللي كيقلبوا على الملك باش يصفيوه عليه. وهنا كاين سؤال، واش غادي تنفذ الاوامر اللي تعطات لك ولا غادي تسمع للضمير ديالك؟ كنوش كان كيدور وسط القصر وكيشوف الناس هاربين، الدم في كل بلاصه، وفي لحظه كيشوف واحد المشهد عمرو غادي ينساه في حياته. الكولونيل الخياري مضروب، مصارنو خارجين وشدهم بيديه وكيقول له انا راني غادي نموت، ولكن قول لي شنو واقع هنا؟ كنوش وهو مخلوع جاوبه جينا نحميو الملك. الكولونيل كيرد عليه وكيقول له واش هادو جايين يقتلوه وانت كتقول لي غادي يحميوه؟ داك السؤال اللي سولو الكولونيل الخياري كان بحال الصدمه، خلات كنوش يشك في كل شيء. كنوش بقى تالف في وسط القصر ديال الصخيرات، تدخل لواحد القاعه، لقى ناس واقفين وما كيعرفهمش، ويهز عليهم السلاح ديالو وقال لهم وقفوا شكون نتوما؟ وفي واحد اللحظه كيخرج واحد الراجل بهدوء غريب وقال لي انا هو الملك الحسن الثاني. تخيل معايا هاد اللحظه، ترجم بسيط واقف بالسلاح ديالو وموجه للملك ديالو، والسؤال كبير واش كنوش كان يقدر يتيري بالسلاح ديالو؟ الجواب كان يقدر، لانه السلاح ديالو كان فيه اكثر من 300 قرطاسه وكانوا عنده قنابل، والسلاح ديالو كان كامل. ولكن وقعت واحد الحاجه غريبه، كيقول كنوش في الكتاب ديالو غير ملي شفت العينين ديالو حسيت بحال قدامي شي سبع. الخوف شدو والسلاح بدا كيتهز في يده كيترعد، وفي ذاك اللحظه تبدل كل شيء. كنوش قرر يحمي الملك وماشي يصفي عليه، وقف قدام الضباط اللي كانوا معاه في ذاك القاعه وقرروا يدافعوا على الملك. ومن سرجان بسيط ولا في ثواني الرجل اللي كيقرر مصير الجميع. وهنا الملك الحسن الثاني غادي يشوف فيه واحد الشوفه ديال الوفاء وسط هذه الخيانه كلها. سرجان كنوش محوش. ومن بعد ما خرج الملك، كنوش والتلاميذ معاه قرروا يسلموا السلاح ديالهم. قالوا مع راسهم احنا مع الملك ماشي انقلابيين، ولكن الصدمه غادي تكون كبيره. الجيش اللي جاي حاصر القصر الصخيرات بدا كيضربهم بالقرطاس. علاش؟ حيت ما عارفينهمش باللي هما الطلاب اللي عتقوا الملك، حسبهم مع الطلاب اللي كانوا مع الانقلابيين. 4 في داك المجموعه توفاو سور بلاص والباقي تشتتوا في وسط القصر، ولكن كنوش تضرب بواحد القرطاسه وتشد، والحمد لله انهم ما توفاوش. هذوك اللي تشتتوا جمعوهم من بعد وداوهم للحبس. ليله وحده تبدل كل شيء، من منقذ الملك المعتقل في الحبس. 3 ايام هما في الحبس وما عارفين شنو غادي يوقع لهم. وفي اليوم الثالث جا عندهم واحد الضابط وعيط له بالسميه ديالو كنوش محوش. كنوش محوش بالو هذه هي التاليه ليه، صافي غادي يتم الاعدام ديالو، ولكن وقع العكس. الضابط اللي جا سلم عليه وعنقه بحراره وقال له الملك راه كيسول عليك. كنوش خرج ودار واحد الحوار في التلفزه المغربيه مع الصحفي محمد بن ددوش. Je me suis dirigé vers sa majesté, je lui ai baisé les mains puis les pieds. Je lui ai expliqué que on nous a trompés, on nous a dit de venir défendre sa majesté. وكانت هذيك هي اول مره المغاربه يسمعوا قصه من فم واحد كان وسط انقلاب الصخيرات. من بعد تلاقى مع الملك الحسن الثاني في واحد اللقاء دام 5 ساعات. الملك ناض وعنقو وقال ليه اولدي كنوش، التاريخ غادي يشهد ليك بهذا الفعل اللي درتي. لحظه انسانيه قويه كتبين شحال الملك كان ممتن لكنوش محوش. ولكن القصه ما سالاتش هنا. قبل ايام من انقلاب محمد أوفقير استدعى كنوش قبل فتره قصيره من الانقلاب ديالو، يعني انقلاب أوفقير، انقلاب ديال طيارين، وقال لكنوش محوش الملك ديالكم قال لي نتهلا فيك. ولكن الطريقه باش قالها لكنوش خلاته انه يشك وحس باللي غادي طرالو شي حاجه خايبه. ولكن المفاجاه بعد ايام أوفقير هو اللي مات وكنوش هو اللي عاش من بعد فشل الانقلاب ديال الطيارين. قصه كنوش محوش ماشي غير قصه ديال الانقلاب، هي قصه ديال الاختيار بين الخير والشر، الشجاعه وسط الخوف والوفاء وسط الخيانه. ودابا السؤال ليك انت، الا كنتي في بلاصتو واش غادي تنفذ الاوامر بالحرف بما انك عسكري ولا غادي تسمع الضمير ديالك؟ الا عجبتكم القصه ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وحط لي في الكومونتير شنو رايك قرار كنوش، واش بطل ولا مجرد ضربه حظ؟ ونشوفكم في فيديو جديد.